11:01 في استوديوهاتنا في إذاعة الشرق من باريس. نرحب مجددا بكل مستمعاتنا ومستمعينا إلى هذه الساعة من البث المباشر والتي تستمر معكم حتى منتصف النهار إن شاء الله. هذه الساعة سوف نخصصها اليوم للحديث عن التراث من خلال البرنامج الذي قدم في إذاعة الشرق خلال شهر رمضان المبارك سر الكلام، والذي أعدته وقدمته أسماء بن كيران، وأيضا لصالون أسماء بن كيران للثقافة والفنون بمدينة أكادير. كل التحيات لكم من أحمد توفيق وزهور في هذه الساعة من البث المباشر. إذن طوال شهر رمضان المبارك استمتعتم برحلة مع التراث مع أسماء بن كيران وضيوفها الذين كانوا متميزين ومتنوعين وأعطوا قيمة كبيرة للثقافة والتراث العربي بصفة عامة. طبعا سفر كان أثيري، كان غني جدا، واليوم سوف تحدثنا أسماء عن الأسماء التي شاركت معها أيضا، وأكيد هي أسماء وازنة في مجال التراث، سواء الملحون أو الزجل أو القصيدة القنوية. كل هذا سوف نتحدث عنه خلال هذا اللقاء من برنامج Vous avez la parole. اللهم صل على النبي ركب البراق محمد عين الوجود طه. اللهم صل على النبي ركب البراق محمد عين الوجود طه. اللهم صل على النبي ركب البراق محمد عين الوجود طه. اللهم صل على النبي ركب البراق محمد عين الوجود طه. نبدأ باسم الكريم نعم الحي الرزاق، ونطرز حلا المرصغى ونقول فهم الغى هلت دمع رماقي المحبوب جوار حسبه حبوا في دواخل الحشا مزقني تنزاقي لا حول لي فيما قضى. حب الماحي سيد البشر في قلبي رسم محبته، ضي هلالي طلعت البدر ربي أمرنا بطاعته، في الميزان وساعة الحشر كان دوزو في شفاعته. هذا هو خير الهدى الحبيب التاقي من جاب القرآن ونبال. هذا هو من سرى عند الله الخلاقي وحمى بجنود السماء وعطاه الحوض واللواء وجعله تاقي قمته هو طبيب داه. اللهم صل على النبي ركب البراق محمد عين الوجود طه. لولا ما كانت الكون من تدبير عالم الغيوب
وسيلة لوحنا بيان لا قرآن نزل في الكتب لا سما لا أرض لا ميزان لقحت بها ساير العشور صلى الله عليه قد ما مكتوب في الوراقي من آياته كل من قراها وعدد الساكنين جملة في كل باقي قد لي يمشي على وطاها وعدد البرق والنجوم ضوت في الغساقي سبحان الخلاق من شاء إذن اليوم سوف نحاول الرجوع إلى البرامج التي قدمناها في شهر رمضان المبارك، ونشكر كل المستمعات والمستمعين على تشجيعاتهم وعلى ثنائهم على البرمجة التي طبعا قدمتها أسرة إذاعة الشرق، ونتقدم بالشكر الجزيل لكل الصحفيين لكل المذيعين الذين عملوا جاهدا خلال هذا الشهر الفضيل لتكون إذاعة الشرق في أحسن حلة. صباح الخير أسماء. صباح النور، صباح الخير على كل مستمعين مستمعات إذاعة الشرق. عيد مبارك سعيد، الله يدخلوا على الأمة العربية والإسلامية بالصحة والعافية وطول العمر. أنا سعيدة أنني اليوم كنتوجه للمستمعين إذاعة الشرق من بعد واحد البرنامج اللي كنا استضفت فيه شعراء زجالين من المغرب ومن المغرب العربي أيضا، وكان يبث طيلة شهر رمضان الكريم، وعرفنا على شنو هو الزجل المغربي. بزاف ديال المستمعين اللي كانوا يتصلوا بيا عبر صفحتي في الفيسبوك ما كانوش يعرفوا شنو هو الزجل. انا نتكلم على المستمعين اللي عايشين هنا الجاليه المغربيه، وكيقولوا لي اننا كنا متبعينك خصوصا في الصباح، يعني كان ولات عاده انهم يسمعوا هذا البرنامج وعجبهم بزاف العاده. نذكروا بعض الاسماء اللي شاركت اسماء في برنامج سر الكلام. يعني اختارينا بعض رموز الزجل المغربي امثال الدكتور مراد القادري، احمد المسيح، شاعر ادريس بالعطار، عزيز بن سعد، شاعرة نعيمة الحمداوي، زهراء زريق، فؤاد الشردودي، نعم، الكريمة الحراق من باريس، عبد الرحيم باطمة، بزاف هما لائحة طويلة طبعا 30 اسم كانت مشاركة. وطبعا الزجل لأنه أسماء هي شاعرة أيضا، ولهذا هي اهتمت بالتراث، وكانت الحلقة خاصة بالزجل خلال شهر رمضان. وإحنا نعرف أسماء أنه في مثل هذه المناسبات الدينية كشهر رمضان يحن الإنسان إلى التراث، إلى الأصل، إلى النبع. فالقصائد أكيد استمتعنا بها كلنا خلال شهر رمضان، وتمنينا أن تكون أسماء أخرى، لكن مع الأسف 30 يوم ما تكفيش أنه كل الأسماء تكون في البرنامج. كاينين شعراء الآن اتصلوا بي من كل المغرب تيقولوا لي احنا بغينا، لان كاينين كثار هما. فكانوا حابين انهم يعني يقولوا القصائد ديالهم، يعرفوا على نفسهم للجاليه العربيه. ولكن تنقول لهم مره اخرى ان شاء الله، يعني الان عندنا فقط شهر رمضان والخير للأمام. نعم، إذن أكيد أسماء بن كيران مؤخرا نظمت صالون أسماء للثقافة والفنون بمدينة أكادير، وهي الدورة الخامسة لهذا الصالون. وطبعا في هذه السنة كان حضور متميز للدكتور تهامي الحراق. بما أنه شهر رمضان أبرك، فاختارت الدورة الخامسة أنها تحتفي بالتراث والفنون الصوفية. يعني تم تكريم الفنانة مجدة الحيوي، يعني تقديرا يعني الدورة في الملحون، وأيضا الاحتفاء بالدكتور تهامي الحراق، هو باحث في التصوف والسماع، بحضور المطرب الكبير الفنان محمود الإدريسي. أكيد الدكتور تهامي الحراق اسم طربي وصوفي غني عن كل تعريف، لا يمكن أن نسمعه يغني ولا نرتاح لصوته الشجي العذب الذي يطرب ويجعلنا نحلق في أراضٍ صوفية مفعمة بالابتهالات والأغاني الروحية الأكثر امتلاء.
أكيد صوت تهمي الحراق سوف يشرفنا بالحضور هذا الصباح للمشاركة معنا في برنامج Vous avez la parole مباشرة من إذاعة الشرق من باريس. دكتور تهمي الحراق اللي أطل على المشاهدين أو المستمعين مع الفنان الكبير عبد الصادق شقارة، حيث غنى أغنية أنا ماني فياش، وأكيد لائحة طويلة وغنية جدا. دكتور تهمي الحراق معنا مباشرة على التليفون من المغرب. صباح الخير دكتور، مرحبا بك معنا في إذاعة الشرق. صباح الخير وتحياتي لك وسائر المستمعين والأستاذة أسماء التي ما زلنا منتشرين في اللقاء الخاص اللي كان في الدور الخامس عندها في صالونها الباهي بأكادير. نعم، إذن دكتور تهمي الحراق أكيد اسم كبير وغني جدا عن كل تعريف، لكن اليوم نحب نقربك أكثر من مستمعينا في المشرق العربي، لأنه معروف في المغرب العربي. إذن الاهتمام بالأغنية الصوفية مدى أهميته في وقتنا الحاضر دكتور تهمي الحراق؟ أعتقد أن في اللحظة الراهنة هناك إقبال متنوع ومتعدد ومن جهات مختلفة على الإنشاد والغناء والموسيقى الصوفية بوجه عام، ولهذا الإقبال ولهذه العناية أسباب وعوامل كثيرة يدق الوقت عن نفسها، ولكن في الإشارة إلى بعض الأشياء، وهو أن هذه الموسيقى سواء في أشعارها أو في ألحانها أو في إيقاعاتها أو في طريقة أدائها هي موسيقى حمالة للقيم، قيم المحبة، قيم السماحة، قيم الروحانية، قيم التضامن، قيم مخاطبة البعد الكوني الإنساني في الإنسان، قيم البحث عن المشترك بين بني البشر، قيم الروحانية والتعالي عن كثير من القيود والإغراءات الاستهلاكية والحياتية اليومية التي تدخلنا فيها الحياة المادية المعاصرة. إذن هذه القيم لأجل هذا البعد وجود هذا البعد الروحي الذي ربما ينطمس ويغيب ويحجب في كثرة المشاغل اليومية وفكرة الأخبار العاجلة السياسية والاقتصادية وما سوى ذلك، في كثرة التنافسات والصراعات على كثير من المنافع والمصالح من جهات مختلفة، في طوفان المعلومات اللي أصبحنا نتعرض له ضمن عالم البثوث الإعلامية إلى غير ذلك. الإنسان في لحظات كثيرة محتاج إلى أن يتذكر إنسانيته، يعني يتذكر أن يتأمل في هذا البعد المتعال الذي يختن به، باعتباره في الإسلام الإنسان هو نفخة إلهية، وما سويته ونفخت فيه من روحي. إذا هذا البعد الروحي هو الذي تمثله هذه الموسيقى، وهو بعد مشترك وتحتاجه الإنسانية اليوم حتى تخرج من أشكال التعصبات المختلفة التي تطوقها، تعصبات دينية، تعصبات إثنية، تعصبات ذات مذهبية إلى غير ذلك. نحن في حاجة إلى ثقافة تعزز الاشتراك، تعزز التوحد حول هذا البعد الإنساني، تعزز تلك القيم التي من شأنها أن تجعلنا نعيش بشكل مشترك بسلام وبأمان، ونبحث عن هذا الأفق الروحي الذي من شأنه أن يجعلنا أكثر اطمئنانا في عالم تتضاربه كثير من النزاعات ومن التطرفات التي تجره إلى أشكال صراعية لا مخرج منها. لذلك هذه القيم العظيمة التي تحملها هذه الموسيقى في أشعارها في ألحانها كما قلت في أنغامها هي التي جعلت كثير من الناس في العالم من جهات مختلفة ومن أديان مختلفة ومن أجناس مختلفة تقبل على هذه الموسيقى، اعتبر أن هذه الموسيقى هي موسيقى رسالية، حتى وإن لم تتكلم بكلمات، حتى أحيانا بمجرد العزف تشعر أن هذا العزف يحاول أن يلتقط هذا البعد الإنساني العميق المشترك بين بني البشر كما كانت لغاتهم وأجناسهم وانتماءاتهم. لذلك أعتقد أن مثل هذا البعد الكوني الإنسي العميق الذي تجسده هذه الموسيقى هو الذي أصبح أو دفع الكثيرين لاهتمام بها، كما يتبدى ذلك في مهرجانات العالم التي تقام اليوم بهذه الموسيقى في المغرب وخارج المغرب. وهذه الروح التواصلية التي تتحقق بين بني البشر بمختلف توجهاتهم على مائدة الموسيقى باعتبارها حمالة
لقيم مشتركة بين البشرية بين الناس. نعم، هذه الرسالة هي نشر القيم الإنسانية مثل ما قلت دكتور تهامي الحراق، كانت من خلال مشاركات عديدة سواء داخل المغرب أو خارجه، من خلال مهرجانات عالمية في الدول العربية والدول الأوروبية. كان آخرها طبعا مشاركة في صالون أسماء بأكادير، صالون النفحات الصوفية للثقافة والفنون بمدينة أكادير. في نظرك ماذا يمكن أن تضيف مثل هذه المناسبات الثقافية، وكيف يجب أن نشجعها حتى تحيا أكثر وأكثر وتنشر هذه الثقافة، ثقافة السلام ونشر القيم الكونية؟ بداية يجب تشجيع العمل الذي تقوم به الأستاذة أسماء بن كيران والتنويه به اعتبارات كثيرة. أولا، هذه مبادرة منبثقة من داخل المجتمع، منبثقة من إنسانة تشعر بمهام ثقافية وأدبية ومعرفية وتخليقية وإبداعية فقامت بالمبادرة. إذا هذا الأمر يتعلق بعمل فيه مبادرة وفيه تفعيل لحيويات وكفاءات ومهارات اجتماعية من داخل المجتمع. أي لا توجد هناك وصاية لمؤسسة ما على مثل هذا العمل. وهذا العمل بطبعه الاستقلالي وبطبعه المبادراتي يعطيه أمرين. أولا، يعطيه المصداقية والفعالية والحيوية، مثلما أيضا يطوقه بكثير من الصعوبات التي تحتاج إلى مد اليد المساعدة للقيام بالوظائف الأساسية التي يمكن مثل هذه المبادرات أن تطلع عليها. هذا أولا. ثانيا، ما قامت به الأسماء في صالونها واللي في الدور الخامسة هو بمثابة إحياء أو بمثابة إنعاش لواحة ثقافية في الجنوب المغربي، بحيث أن اللقاءات التي ربما تكون ذات بعد إشعاعي وطني كبير أغلبها تكون دائما في وسط المغرب أو في الجنوب. هناك بعض اللحظات المتوهجة، إلا أنها لحظات ربما تحتاج إلى مزيد من التكثيف، مزيد من الإشعاع لتخلق هذا التوازن الطبيعي وتلبي احتياج الثقافي الطبيعي لمنطقة الجنوب على غير سائر المناطق المغرب أو بالضبط بعاصمة سوسة. دكتور تهامي الحراق، دقائق لا تكفي طبعا للاستفادة من ثقافتك العالية والغنية جدا في مجال الموسيقى الصوفية. طبعا قبل ما نعطي الكلمة لأسماء، ممكن نعرفوا المستمعين آخر أعمالك دكتور تهامي الحراق؟ إن شاء الله هناك عملين، عمل علمي وعمل فني. هناك عمل فني وأنا قمت أخيرا على قناة الثالثة بإنشاد وشرح متون صوفية كبرى مثل الناصرية والفياشية والمنفرجات. هذه النصوص قمنا بإنشادها وشرحها لأول مرة، أي الشرح من أجل التعرف على المعاني، وفي ذات الوقت أنشدناها وغنيناها وفق الأسلوب المغربي الأصيل. وإن شاء الله ستخرج هذا في قرص مدمج يجمع بين الذكر والمذاكرة، بين الإنشاد وبين المعاني. وهناك إن شاء الله كتابان نتمنى أن يتم طبعهما قريبا. كتاب بعنوان إني ذاهب إلى ربي، هذا جمعت فيه دراسات ومقالات حول سؤال الراهن في التدين اليوم. وكتاب آخر حول شيخ الصوفي الكبير في السماع المغربي، هذا عمالقة الإبداع في الموسيقى الصوفية المغربية الذي لا يعرفه الكثير، هو الشيخ عبد اللطيف بن منصور. كان يرأس المحافل السلطانية في عهد محمد الخامس وفي عهد الحسن الثاني وفي عهد الملك محمد السادس. ترأس مجلة المديحية السلطانية وهو عبقرية بمدح منه الكلمة. وسوف يكون كتاب حوله لأجل تعريف العالم الإسلامي والعالم بأسماء ومنارات صوفية وموسيقية وعرفانية كبرى تحتاج إلى أن يتعرف عنها الناس اليوم. شكرا دكتور تهامي الحراق. أسماء تحب تضيفي شيء؟ طبعا أنا من هذا المنبر من إذاعة الشرق في باريس نشكر الحضور ديال الدكتور محمد تهامي الحراق في الدورة الخامسة للصالون الثقافي، وأنك آمنتي بالفكرة وشكرا جزيلا لك.
بارك الله فيك. شكرا دكتور تهامي الحراق، وإن شاء الله زرنا في باريس مرحبا بك طبعا، مرحبا. حتى نخصص لك مرحبا. حلقة خاصة لنقربك أكثر من المستمعات والمستمعين. شكرا دكتور، إلى اللقاء، مع السلامة. نعود إليكم مباشرة في برنامج Vous avez la parole، وهذا العدد الذي نخصصه للتراث من خلال الحديث عن برنامج سر الكلام الذي أذاعته إذاعة الشرق خلال شهر رمضان المبارك، وأيضا عن صالون أسماء بن كيران للثقافة والفنون بمدينة أكادير الذي نظم مؤخرا في دورته الخامسة. إذا الدورة الخامسة أسماء هذه السنة، ما الجديد؟ هل هناك تطور؟ هل هناك نظرة متغيرة؟ يعني ما شاء الله 5 سنين يعني أصبحت عندك خبرة أكثر في تنظيم هذا الصالون. هو الصالون الثقافي ينظم كل 3 أشهر. نعم. يعني بدأنا هذه سنة فقط. يعني وصلنا للدورة الخامسة الحمد لله. يعني من بداية الدورة الأولى كان القصد كبير في المغرب وفي دول عربية. الآن يعني ما كاينش لما تتصل بشي فنان أو مبدع ما يعني تقبل أن الحضور يعني بكل فرح. فهذا هو اللي يفرحني وتيسعدني وتيعطيني واحد المسؤولية على الكتف ديالي أنني نزيد بهذا الصالون القدام إن شاء الله. أكثر الأسماء اللي شاركت معك حتى الآن في طبعا الصالون؟ الدورة الأولى تم الاحتفاء بالزجال الكبير أحمد المسيح بحضور ضيف الشرف الفنان حاج يونس. الدورة الثانية احتفينا بالرواية بالحضور يوسف فاضل، وكان ضيف الشرف عازف الناي رشيد زروال. الثالثة بما أن في يعني عاصمة سوس العالمة كان من الضروري الاحتفاء بالثقافة الأمازيغية، فتم الاحتفاء بالشاعر محمد مستاوي أول شاعر أمازيغي أصدر ديوان بالأمازيغية. ضيف الشرف كانت لاله فاطمة تحيحيت الفنانة المعروفة. والاحتفالية الكبرى كانت مهداة للفنان عموري مبارك قبل وفاته بأسبوعين فقط الله يرحمه. والدورة الرابعة تصادفت اليوم العالمي للمسرح، تم الاحتفاء بالمسرحي الكبير عبد الحق الزروالي بحضور الفنان الكبير الغني عن التعريف سي سعيد الشرايبي عازف العود. وهالدورة يعني تماشيا مع أجواء رمضان فتم تنظيم سمر رمضاني للاحتفاء بالفنون والتراث الصوفية. نعم. إذن أسماء الأسماء المشاركة هي وازنة ومهمة من المغرب. ألا تفكرين في الانفتاح أكثر على أسماء أخرى من المغرب العربي ومن المشرق بإغناء هذا الصالون؟ الفكرة موجودة الحمد لله. يعني الصالون كما قلت لقى واحد ترحاب كبير، القصد كبير، والفكرة يعني والفكرة أنني باغية يعني أريد أن أستدعي عرب أيضا. كيف جات فكرة الصالون في البداية؟ والله الفكرة الصالون كنت نفكر أنني ندير شي حاجة اللي ترجعنا للقديم، يعني اقتداء بالصالونات الثقافية القديمة. يعني نخرجوا من الإطار الكلاسيكي في يعني النشاط يكون في قاعة. بغيتو يكون نشاط حميمي. هي مبادرة منك، مبادرة شخصية. مبادرة شخصية. بغيت كان يعني الصالون تنعتبره واحد قناة تواصل وحوار وعامل قرب بين المثقف والمواطن. وأيضا الفكرة جات على أننا خصنا نرسخوا ثقافة الاعتراف بالمبدع المغربي. لما تتكرم هذا المبدع وتتحتفي به فتترسخ ثقافة الاعتراف في المجتمع المغربي، لأن هذا المبدع أعطى البلاد ديالو ومثل البلد في بلدان أخرى. يعني فعلينا ومن واجبنا أنا كمبدعة، لأن المبدع يمكن تيحس بالمبدعين أكثر، فمن واجبنا أن يعني كأشخاص فرديين ولا كمؤسسات ثقافية أننا نتهلاو كما تنقولوا بالمغربية، نتهلاو في المبدعين ديالنا. إذا شكرا أسماء، سوف نتوقف للحظات مع محطة إعلانية ثم نواصل البرنامج.
محمد إني بجاهك عائد مما عرى جسمي من الضراء محمد إني بجاهك عائد مما عرى جسمي من الضراء ولقد دعوتك حين جلت كربتي ولم ألف غيرك كاشفا لبلائي والحال إن عظمت فلا يدعى لها إلا العظيم وأشرف الشفعاء أنا سيدي عندي ضبوي عالجني بدوام نتولع بحب الحبيب سيدي رسول الله أنتم أهل السر العجيب ما تعطوني رضا من يقصدكم حاشا يخيب يا رجال الله بوصلكم نتسلى عن طيب وخطري يتنزل نتولع بحب الحبيب سيدي رسول الله من يوصلكم حاشا يخيب يا رجال الله فضل الله علينا كثير سيدي ربي قواه شوفوا حضرتنا يا الناس بالتقوى المنية من يدخل في هذا الساسرة محسوب عليا جمعت في حسنك المطالب فما لنا لي سوى النظر وكل شيء نراه غائب لما بدا وجهك القمر يا سيدا كلما تجلى إلى محبين له قضاء أنت بعزي كمال الأعلى عن كل من في العلا ارتفع وكل حسن بك تحلى طوبى لمرء فيك السماء
نواصل معكم برنامج Vous avez la parole، وهذه الوقفة اليوم بين أحضان التراث من خلال الحديث عن البرنامج الإذاعي الذي بث خلال شهر رمضان المبارك سر الكلام، وأيضا عند صالون أسماء للثقافة والفنون بمدينة أكادير الذي طبعا نظم مؤخرا في دورته الخامسة. إذن أسماء من بين المشاركين في الصالون اسم متميز وأكيد معروف عند مستمعاتنا مستمعينا من خلال برنامج شذا الألحان الذي يقدم على القناة الثانية. ماجدة يحيوي، كيف جت فكرة اختيار ماجدة؟ الفكرة جات لأن كان خصني لازم عنصر نسوي هذه الدورة، وماجدة الحيوي أنا كنت تنشوفها في شذا الألحان، يعني أعطات كثير في هذا البرنامج. برنامج اللي دام 10 سنوات، وهذا البرنامج هو اللي تفكرنا بالهوية ديالنا والأصالة ديالنا، يعني حافظ على التراث ديالنا. برنامج كما تتشوفوه هو فضاء جميل تقليدي، تتصادف فيه يعني كل ما هو أصيل ومؤصل كما تنقولوا. وأيضا لا يخفى أن ماجدة الحيوي هي فنانة ديال الملحون أكيد. أيضا نعم. إذن اليوم نقربوها أكثر من مستمعينا في إذاعة الشرق. ماجدة معنا مباشرة من المغرب. صباح الخير ماجدة، وعواشرك مبروكة وعيد مبارك سعيد، وإن شاء الله كل عام وانت بألف خير. وانتم بألف خير لزهور، وسعيدة بلقائك. وصباح الخير لأسماء بن كيران. صباح النور. صباح الخير لمستمعي إذاعة الشرق. سعيدة بأول لقاء لي بهالإذاعة، نتمنى إن شاء الله يكون عندنا لقاءات متعددة باش يكون هذا جسر التواصل بيننا وبين مستمعي الإذاعة. إن شاء الله. إلى زرتي باريس مرحبا بك ماجدة، حتى تكوني ضيفة البرنامج. الله يخطيك. ألوغ منين نبداو ماجدة الفنانة اللي أبدعت في أداء طرب الملحون، أو ماجدة المذيعة المتألقة اللي كتقدم برنامج على القناة الثانية شذا الألحان؟ أظن الخط انقطع مع ماجدة، إذن في انتظار أن يعود طبعا الاتصال مع ماجدة. طبعا فن الملحون من بين الفنون اللي تلقى صدى كبير خاصة خلال شهر رمضان المبارك. وطبعا فن الملحون ليس معروف فقط في المغرب وإنما في شمال إفريقيا بصفة عامة، وكثيرة هي الأسماء من المغرب العربي الكبير التي تؤدي هذا الفن بروعة كبيرة جدا. إذا كان التركيز على فن الملحون ولا أسماء حبيتي تخلي بصمة للتراث، سواء عن طريق فن الملحون أو عن طريق الموسيقى الأندلسية أو عن طريق طبعا كل هذه الأنماط الغنائية التراثية التقليدية؟ نعم، كما قلت هو شهر رمضان، وشهر رمضان يعني تنستمعوا أكثر للأغاني، يعني الطرب الملحون أو الشعر الصوفي. فلهذا جات الفكرة أننا نحتفي بالتراث والفنون الصوفية، ومن ضمنها فن الملحون. وحضر معنا الدكتور تهامي الحراق اللي دار مداخلة قيمة على الشعر الصوفي من مديح وسماع وذكر والصلات اللي تتنسجها مع التصوف الإسلامي. نعم. أظن ماجدة رجعت معنا على المباشر. ومعكم مرحبا بك ماجدة. إذا كنا نتكلموا على ماجدة المذيعة وماجدة الفنانة، لكن مجال الاهتمام واحد هو التراث. فكيف كانت بدايتك ماجدة مع فن الملحون؟ نبغي نبدأ من آخر محطة لي مع أسماء، مع السيدة أسماء. نعم. حقيقة لأنه أسماء فجرت يعني مبادرة قريب ألا وهو صالونها الأدبي. في الحقيقة هو سفر خلتنا نسافروا عبر التاريخ، لأنه كنتكلموا على الصالونات الأدبية، فهذا الشيء سمعناه يعني في الإذاعات، وسمعناه وشفناه على شاشات التلفزيون من خلال الأعمال التاريخية، قرينا عليه. لكن بالملموس اليوم أصبحنا تنعيشه مع السيدة أسماء بن كيران جو ثقافي بشكل يعني بشكله العام. كنا نشمعوه في مصر وعند العثمانيين وعند العلماء والفقهاء، فإذا بنا في 2015 اليوم تنعيشوا هذه الهالة التي يستحقها المشهد
الثقافي والفني، وهذا الاحترام اللي تلقوه عن السيدة أسماء بن كيران اللي ثقافتها بالخصوص ثقافتها المغربية. فهي مناسبة لأجدد لها الشكر على أنها ساهمت في خلق ورشة ثقافية بالمغرب، وبالضبط بمدينة أكادير التي كانت تحتاج لحركة ثقافية وفنية. وطبعا مدينة كأكادير تستحق أكثر من احتفاء وأكثر من مهرجان وأكثر من مناسبات ثقافية اللي يجتمعوا فيها الفنانين المغاربة، فجزيل الشكر. شكرا. العفو. طبعا مجدة كبداية، يعني مجدة كجميع يعني الفنانين اللي حباهم الله بملكة أو موهبة الغناء. فيعني في الصغر تربيت في أسرة فنية اللي كانت مختلف الاحتفالات اللي كتقام بالبيت كان هناك سماع وذكر من خلال يعني المناسبات الدينية. طبعا اهتمام الأب والأم بالموسيقى باستماعهم لأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، فكانت هذه الحقيقة مدرسة أولى بالنسبة لي كطفلة. فتربيت هكذا تنعشق الموسيقى، أذني كتمشي لكل ما هو في البداية كان كل ما هو جميل، يعني كان سواء كان مغربي أو شرقي، ولكن مع مرور الوقت طبعا وصلت لواحد المرحلة من النضج، فلقيت راسي بأنني أميل أكثر للموسيقى المغربية بشكل هذا، ولكن بشكل خاص تراثنا المغربي الملحون، لأني لقيت نفسي فيه كمادة كزجل مغربي قريب من نفسي، عبر يمكن على مجموعة من المشاعر كانت عندي الداخل. فإذا لقيت أنه شاعر الملحون استطاع أنه يصور مجموعة من الأحاسيس والمشاعر اللي كانت كتخبط بداخلي. نعم. عفوا مجدة يحيوي، جمهور فن الملحون يمكن القول أنه نخبوي، لأن يجب أن نعرف قيمة هذا الفن حتى نتذوقه، وغالبا جمهور فن الملحون هو من فئة المثقفين والغيورين والمدافعين على هذا الفن الذي كان يحظى بشعبية كبيرة من قبل في مختلف الأوساط الاجتماعية. في نظرك هل قصيدة الملحون اليوم هي مهددة ونحن نعيش طبعا عصر العولمة؟ ألا يرجى أن يعاد النظر في قصيدة الملحون حتى تواكب المتغيرات التي تعيشها المجتمعات؟ لا، ما نظن شيء، لأنه أنا غادي نختلف معك في هذه الفكرة ديال أنه نخبوي. يمكن في الملحون ما تمش ترويجه بالطريقة الصحيحة، ما إعلاميا حتى على مستوى التلفزيون على مستوى الإذاعات ما تمش، حتى لأنه أنا متأكدة بأنه هناك ناس لحد الساعة لأبسط قصائد الملحون اللي هي قريبة من فاطمة أو لغيثة مازال حتى الكلام ما استمتعش، ما قدروش يستمعوا ليه بشكل صحيح. فترويج هذا الفن ما هوش نخبوي، لأنه احنا من خلال تجربتي البسيطة يعني من فوق ما يعني كان عندي لقاء بجمهور من مختلف شرائح المجتمع، إلا هو تتحس به أنه تكتشف معك، وأنا تلح على هذه المسألة ديال أنه نكون كانت هذه المسألة عند الحاج حسين الترابي الله يرحمه، أنه كان فصيح جدا، فكان الكلام توصل بواحد الشكل سلس وبسيط وواضح. فهنا كنت كنتأكد أنه نفس العملية سنحاول نقوم بها لتقريب صور هذه الصور الجمالية اللي موجودة في قصيدة الملحون. فللأسف احنا ما تمش تسليط الضوء على شعر الملحون. هو متواجد كموسيقى، ويمكن لأنه يتأدى في واحد الظروف، لأنها حتى في المحافل مثلا في السهرات التلفزيونية فهو يتم بحقيقة بواحد السرعة. فإلا كانت السهرات وتم خلق واحد الكتيب صغير وتبع معنا الجمهور، فهنا تتحس بأنه هنا يتم اكتشاف الملحون بشكل آخر، ماشي بالطريقه باش كيتروج. ما هوش نخبوي، هو فقط يخص الترويج على مستوى الكتب، على مستوى الاعلام وشرحه. وبالنسبه لشكل اغنيه او قصيده الملحون ماجده، في نظرك يجب الحفاظ عليها كما هي ام يجب ان تخضع للتغيير والتطوير حتى تنتشر اكثر؟ هي القصيده اصلا، القصيده هذه اللي كنغنيوها وتنقولوا اليوم تقليديه وكلاسيكيه، هي تم فيها تغيير، ما بدات شيء. القصيده الملحون ما كانش هكا تتادى، كانت تتادى بطرق اخرى، ما كانوا شيء. اولا الالات حاضرين، كان فقط
الايقاع دفوف والكف، هذا الشيء اللي كان تيستعمل. فالموسيقى فالقصيده ملحون عارفه التطور. كنظن حنا في عصرنا الحالي ما يمكنناش ما نطوروهاش، لكن فقط ما نقتلوش روح القصيده. اكيد. انا اطرح هذا السؤال باش نقدروا نحافظوا على تسميه ملحون. نعم مجدة، يمكن الا طورناه بشكل كبير غادي يخرج من اطار ملحون ويولي عمل اخر. اكيد مجدة، اعتذر على المقاطعه. انا اطرح هذا السؤال لانه بحكم عملي كصحفيه نحس ان هناك اكراهات يعني تفرض علينا مثلا مده الاغنيه يجب ان لا تكون طويله، تكون قصيره. ولاحظتها اكثر من خلال طبعا التوزيع الجديد لاغنيه البراقيه اللي عمله مؤخرا حاتم إدار. لقات رواج كبير عند المستمعين. وانا بالنسبه لي كصحفيه كمذيعه ممكن الاندعاء لانه مدتها لا تتعدى 3 أو 4 دقائق، فهناك اكراهات. لكن قصيده الملحون يجب ان نستمتع منها في المحافل الخاصه، لكن طبعا في وسائل الاعلام يجب ان نراعي التايمينج او المده الزمنيه للقصيده. وطبعا مثل ما حصل مع اجمل اغاني ام كلثوم وعبد الحليم حافظ تمت اعاده التوزيع بشكل يتناسب مع المتغيرات الحاصله في المجتمعات، وحتى نحببها للجيل الجديد ايضا. ماجدة، تماما. هناك بعض المحاولات. اولا الرجوع للقصيده البراقيه اللي غناها حاتم وبشكل جميل، زعما عجبني، لكن ما تبقاش قصيده الملحون. ما نتكلموش على قصيده الملحون، هو شعر. الملحون استعمل يعني بشكل يعني تم توزيعه بشكل اخر. هنا ما تنتكلموش على قصيده الملحون، هنا تعامل مع الشعر. هناك بعض المحاولات هي في الحقيقه حنا تنقولوا في الملحون فرجتو في كلامه، يعني المتعه ديالو هو توجد في القصيده، والقصيده كيفاش هو البناء ديالها، لانه الشاعر تيبدا بالتصليه وتيبدا يعني تيصلي على النبي وتعدا يتوسل الى الله سبحانه وتعالى، ومن بعد عاد يدخل في هناك قصه، هناك حكي، هناك طبعا هناك الاكراهات دابا ديال 7 6 ديال الدقائق في التلفزيون محتاج لهذا او الراديو محتاج نحاول ما امكن. انا كنغني مثلا الشمعه مرارا تنبثروا منها مجموعه من المقاطع، مضطرين. اكيد من اجمل قصائد الملحون هي الشمعه. نتمنى اننا نسمعوها طبعا على المستوى يعني على مستوى الغناء هي صحيحه، ولكن على مستوى الحكي تنقطعوا يعني حتى نبثروا مجموعه من الابيات الشعريه والطريقه باش حكاها الشاعر طبعا ما تبقاش هي نفس الصور. لأكيد مجدة، يعني بحكم التجربة الناس كثير خاصة المستمعية من المشرق العربي اللي سمعوا البراقية دايما كانوا يسألوا طبعا ما هذه القصيدة. لما نقول لهم هي قصيدة البراقية من طرف الملحون أكيد يبحثوا عن الأصل ويسمعوا للقصيدة كاملة. هذا هو الهدف. فهمتي ماجدة؟ هذا شيء جميل، أنا لا أعترض عليه، لأنه الناس الغوان أو الجيلة اللي يشتغلوا على الشمعة هما حببوا اول من حبب الشمعة للجمهور هما جيل جيلانة اظن. نعم. اشتغلوا على فحببوا الشمعة، من بعد بداو الناس يكتشفوا بانه فعلا هذاك الشعر ما هو الشعر ديال هذه المجموعة، هو شعر ملحون. فبداو الناس يرجعوا يسمعوا الاصل ديال هذا. طبعا هذا عمل ديال حاتم إدار او يعني ما يمكن له الا يساهم في تعريف بداية البحث عن حقيقة الملحون. أكيد. أتمنى أنه إعلاميا في الحقيقة ما نبغيش أنا الملحون يكون ضحية الحيز الزمني. للأسف هو ضحية. مثلا الآلة في الأندلسي من الصعب أنك تبتر، ما عدا إذا كان بعض الانصرافات أو لا يعني بعض المقاطع الخفيفة اللي تبدأ في 2 3 دقائق، ولكن ما تتعرفش الأول ديالها من الأخير ديالها. على كل ماجدة الحديث معك شيق وجميل جدا، لكن دقائق لا تسمح، فوعدنا أنك لا جيتي لباريس تزورينا مباشرة في الاستوديو. إن شاء الله بإذن الله. وأنا تشرفت بلقائي بك ورجعتنا بصوتك، رجعت معاك للوراء، سافرنا إلى الوجدة. الله يخليك. أكيد هي ذكرت برنامج بالأحضان يا وطني. عيد مبارك سعيد مرة أخرى، وتحية أخرى للسيدة بن كيران. إن شاء الله تدخل المغرب بسلامتها إن شاء الله، والمزيد من النجاحات والتألق وإن شاء الله. الفنانة ديالنا ماجدة الحيوي أنا تنحضر لشي نشاط ثقافي هنايا في باريس إن شاء الله، وتكوني حاضرة معنا.
إن شاء الله. نتمنى وبغيت نحييك أيضا على سر الكلام، لأنه عمل كبير وقوي ومشرف، وإحنا كنساء مغربيات نتشرف بأنك تكوني وراء هذا العمل الثقافي اللي اعتنى بالزجل المغربي. شكرا مجدة يحيوي، وإلى فرصة أخرى إن شاء الله. إذا يقول لي المخرج الوقت مر بسرعة، إذا ممكن تسمعنا مقطع بصوت مجدة يحيوي. أحمد. عين الوجود طهرة وعلى الفطر رسول الله محمد، عين الوجود طهرة ليش بيها كيف نتليها عن أبيه إمامنا دايم نلهج بيه طه مول المعرج والواقل بشايق ليه سيد قليل شبيع من يأمن بالله وبيه نور الدين ساقي مشرف الجاه تاجر صلو الأنبياء الأكوان كلها بيه عين المحاسن الباين يا سيدنا عين المحاسن الباين يا سيدنا من جال السلام بتوضيح الدين وانبهى لأنه راح مغفر ذنب منهم مثلي يعصيه لرحمته نترجى مع شفاعة من الجبي عين الرحمة من فضل الإله هو يشيرنا من صوت جميل، صوت طبعا الفنانة مجدة يحيوي. محطة أهلا يا، ونعود لنختم البرنامج.
إلى هنا نصل إلى نهاية هذا العدد من برنامج فوزافي لا بارول، وطبعا الكلمة الأخيرة نخليها الأسماء. تفضلي أسماء. الكلمة الأخيرة أولا تنشكر إذاعة الشرق من باريس اللي تحت لي الفرصة أنني نقدم برنامج سر الكلام، سلسلة حلقات زجلية ونعرف على الزجل للجالية المغربية والعربية المقيمة في الخارج، وحتى المغاربة كانوا تسمعوه على طريق الانترنت، والزجالين والمبدعين يعني المغاربة. تفاجأت هذه يومين بشهادة تقديرية على الحائط يعني في الفيسبوك، يعني تقديرا واعترافا بالجهود اللي قمت بها في هذا طيلة شهر رمضان باش نعرف على الزجل. فمن هذا المنبر تنشكرهم وتنوعدهم أننا أكيد الخير لأمام، والأكيد إن شاء الله غادي تكون برامج جديدة سواء يعني في المغرب أو في فرنسا باش نعرف ونزيد يعني نقدموا الزجل المغربي في أحسن صورة. شكرا لأسماء، شكرا لأحمد توفيق على إخراج هذا العدد. أعود وألقاكم غدا إن شاء الله ابتداء من الساعة 7 صباحا دقائق قليلة، ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المفصلة باللغة الفرنسية، وعند منتصف النهار والنصف موجز آخر باللغة العربية. ألقاكم دائما على خير، في أمان الله.